تاريخ السينما المصرية مليان بالأفلام اللي أثارت الجدل وعاشت لسنين، والنهاردة هنحكي لكم عن أفلام سابت بصمة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وده لأنها حصلت فعلا في الحقيقة. قناة بطوان بنجيب المفيد. الفيلم الأول معانا هو فيلم حب ودموع. سنة 1955 أنتجت شركة فاتن حمامة فيلم حب ودموع من بطولتها مع زكي رستم وإخراج كمال الشيخ. الفيلم كان بيحكي عن بنت فقيرة من محافظة السويس، بيقرر والدها بسبب ظروفه المادية الصعبة إنه يجوزها لراجل غني، ولكنه بيغير رأيه بعدها وبيرفض، وبعد وفاته بتلاقي بنته نفسها بين الشارع والتشرد أو إنها تقع في طريق الطامعين فيها. وده يعتبر أول فيلم مصري تقتبس قصته من أحداث قصة حقيقية، وكمان الفيلم اتصور في الأماكن الحقيقية للقصة الأصلية. فيلم حسن ونعيمة، فيلم من إنتاج سنة 59، وكان الظهور الأول للمطرب محرم فؤاد والسندريلا سعاد حسني في السينما، وكان من إخراج هنري بركات، وبيحكي عن قصة مطرب شعبي اسمه حسن بيقع في حب نعيمة بنت الراجل الغني في القرية، واللي بيقف ضد جوازهم، وكان بيسعى لزواجها من شاب غني لدرجة إنه بيحاول يقتل حسن لكنه بيفشل، وبينتهي الفيلم بالجواز بين حسن ونعيمة. ولكن للأسف النهايات السعيدة موجودة في السينما بس، لأن القصة الحقيقية للفيلم حصلت في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، وكان المغنواتي اسمه حسن أحمد علي، ومهنة الغناء في الخمسينات ما كانتش مستحبة للأهالي وقتها. فلما قابل نعيمة واللي كانت على غير ديانته وأهلها عرفوا بالقصة، وساعتها قتلوه ورموا جثته في الترعة لحد ما الجثة طفت على المية بعد 3 أيام عشان تكتشف الجريمة اللي هزت المجتمع وقتها. ولحد النهاردة بيت حسن موجود في بلده واسمه بيت حسن المغنواتي. وبالنسبة لنعيمة فانتهت قصتها بروايتين، أولهم إنها اتجننت بعد مقتل حسن، والتانية إنها بعد مرور 3 سنين من موت حسن وبسبب الضغط عليها اتجوزت وخلفت. الفيلم الثالث معانا هو فيلم اللص والكلاب، الفيلم من بطولة شكري سرحان وشادية وإخراج علي الزرقاني، ومن إنتاج سنة 62، وبيحكي عن قصة سعيد مهران المجرم اللي خرج من السجن عشان يكتشف زواج طليقته من صديق عمره وبيقرر الانتقام، لكنه بيتفاجئ بتغيير شكل الحياة والأشخاص بره السجن خلال المدة اللي قضاها مسجون. والفيلم مقتبس عن رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ، واللي بتحكي قصة محمود أمين سليمان السفاح المشهور، واللي شغلت قصته الرأي العام في الخمسينات، وبدأ سرقاته بالمواشي وبعدها احترف سرقة المنازل وخصوصا شقق الأحياء الراقية، ومنها بيوت مشاهير كتير زي أم كلثوم والشاعر أحمد شوقي، وتتوالى سرقاته ومطاردة الشرطة والمحققين ليه لحد ما بتنجح الشرطة في تصفيته سنة 1960. الفيلم الرابع معانا فيلم أريد حلاً، فيلم من إنتاج سنة 75، بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة وإخراج سعيد مرزوق. بتحكي قصته عن درية المتزوجة من الدبلوماسي مدحت، لكن بعد فترة بتستحيل بينهم العيشة وبتطلب الطلاق ولكنه بيرفض، فبتتوجه لمحكمة الأسرة وده بيسبب لها مشاكل كتير. والفيلم ده كان سبب في تغيير قانون بيت الطاعة وتحريك الرأي العام لدعم المرأة. أما القصة الحقيقية للفيلم فهي كانت تجسيد لحياة الفنانة فاتن حمامة مع زوجها الفنان عمر الشريف، لأنها فضلت لمدة 20 سنة متعلقة لأنه كان رافض طلاقها لحد ما قدرت تحصل على الطلاق سنة 74، وده كان بسبب سعي عمر الشريف للعالمية وإهماله لفاتن حمامة. الفيلم الخامس معانا هو فيلم الكرنك، فيلم من إنتاج سنة 75، بطولة سعاد حسني ونور الشريف وإخراج علي بدرخان، وبيحكي قصة شباب اتقبض عليهم من غير سبب وتمارس ضدهم كتير من وسائل التعذيب والوحشية. الفيلم متاخد من رواية بنفس الاسم لنجيب محفوظ، اللي صرح ان جات له فكرتها لما قابل بالصدفة في واحدة من القهاوي حمزة البسيوني المدير السابق للأمن الحربي في الستينات، واللي اشتهر بممارسة التعذيب ضد السجناء السياسيين. وأخبار التعذيب في الفترة دي كتير وعليها شهود كتير. وبكده انتهت حلقتنا، واستنونا في الحلقة اللي جاية مع الجزء الثاني من أفلام مبنية على قصص حقيقية. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك. قناة بطوان بنجيب المفيد.